من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الطبية من برنامج عطر الصباح. اليوم رح نتحدث عن إحدى الجراحات الهامة، وهي جراحات الأذن أو عمليات الأذن. للحديث حول هذا الموضوع معنا الدكتورة رابرين محمد عثمان، الاختصاصية في أمراض الأذن الأنف والحنجرة، معنا عبر الهاتف. يسعد صباحك دكتورة. أهلين يا هلا. كتير الشكر، كتير الشكر لك دكتورة رابرين لانضمامك معنا للحديث حول عمليات الأذن. بداية دكتورة، قبل ما نتناول موضوعنا الرئيسي والأساسي، خلينا نستهل لقائنا بتوضيح مصطلحين طبيين، وهما في هذا الحقل الطبي الجراحة التقويمية التصحيحية والجراحة التجميلية. كيف يمكن توضيح هذين المصطلحين وما الفرق بينهما؟ تفضلي. هلا، بداية الفرق بين الجراحة الترميمية والتجميلية. الترميمية الهدف منها هو نعيد الوظيفة والشكل الطبيعي. غالبا بنعملها مشان إذا في تشوهات خلقية أو إصابات حوادث حروق، يعني نعمل إعادة تصنيع الأذن أو استئصال أورام، وغالبا هاي ضرورية طبيا. أما التجميلية الهدف منها هو تحسين الشكل الجمالي فقط، يعني عندنا العضو طبيعي بس المريض غير راضي عن شكله. مثلا أكثر عملية مشهورة عنا هي تصحيح الأذن المتبارزة، وطبعا هي اختيارية. نعم دكتورة، نتناول موضوعنا اللي هو جراحات الأذن. كيف يمكن تصنيف هذه الجراحات أو عمليات الأذن؟ ما أنواعها؟ هلا بصراحة في تصنيفات كثيرة لجراحات الأذن. عنا مثلا حسب الجزء التشريحي عنا الأذن 3 أقسام: أذن خارجية ووسطى وداخلية. كل قسم منها لها عمليات خاصة فيها حسب الهدف، مثل ما قلنا احتمال ترميمية أو تجميلية. نعم، بكل الأحوال التجميلية رح بيكون متعلق بالأذن الخارجية. إيه، التجميل غالبا بالأذن الخارجية متعلق. نعم. نتحدث عن أبرز الأسباب اللي بتستدعي اللجوء لإجراء جراحة للأذن، وخاصة فيما يتعلق بالجانب التجميلي دكتورة. الأسباب لجراحة الأذن في عنا أسباب التهابية مثلا، أسباب وظيفية مثلا فقد السمع العصبي الشديد، أسباب خلقية تشوهات الصوان مثلا، أو أسباب رضية مثل ما قلنا في الحوادث والحروق، في حالات تمزق غشاء الطبل، عنا حالات الأورام كمان. والأسباب التجميلية عدم تناظر الأذنين أو الأذن المتبارزة. نعم. الأكثر شيوعا وفقا لمتابعاتكم وإجراءاتكم الطبية أو العمليات، ما هو الأكثر شائعا؟ الأكثر شائعا من حيث الأسباب التهابات الأذن الوسطى المزمنة هي الأكثر شيوعا. من حيث الجراحة أكثر جراحة بنشتغلها هي ترقيع غشاء الطبل. والناحية التجميلية عملية الأذن المتبارزة هي أكثر شيء شيوعا. نعم دكتورة، بنركز أكثر على مسألة الشق التجميلي من هذه الجراحات. هل يمكن لكل شخص أيا كان عمره أن يجري عملية جراحية تجميلية لأذنه؟ وبهذه الحالة ما الضوابط أو المعايير التي تتبعونها وتأخذونها بعين الاعتبار قبل إجراء أي عملية جراحية لأي شخص كان؟ لا طبعا مو بأي عمر فينا نعمل العملية. تعتمد على اكتمال نمو الأذن والحالة النفسية للمريض. من ناحية العمر قبل 5-6 سنوات مستحيل نعمل العملية، لأنه الأذن لسه مو مكتملة النمو. أكثر شيء بنعمله حوالي عمر 5-6 سنوات، خاصة عند الأطفال، مشان تجنب التنمر والمشاكل النفسية. نعم. خلال التشخيص دكتورة، شو هن النقاط اللي لازم تنتبهوا إلها فيما يتعلق بهذا الشخص، سواء كان حالة طبية، ممكن يكون في مشكلة صحية، لازم تنتبهوا إلها قبل ما تجروا جراحة لهذا الشخص؟ كثير بصراحة. أول شيء تقييم عام للحالة الصحية، مثلا نشوف انه ما في عنده امراض غير مسيطر عليها، امراض مزمنه مثلا سكري، ارتفاع ضغط. ثاني شيء التاريخ المرضي للشخص، الفحص الموضعي للاذن، التقييم السمعي اذا لزم الامر، والنفسيه وتوقعات المريض، شو عم يتوقع النتيجه بعد العمليه. العمر مثل ما حكينا شيء اساسي بعد 5-6 سنوات. وعوامل الخطورة الجراحية، إذا في تدخين، إذا في أمراض مناعية، أمراض دموية.
بشكل عام دول نعم. يعني اللي بنركز عليهم. دكتورة، في إقبال على مسألة العمليات التجميلية بالأذن، بتشوفيها فيها الإقبال، وأي الأعمار أكتر شيء، الأعمار الصغيرة أو الأعمار الكبيرة؟ والله أكتر شيء الأعمار الصغيرة، لأنه مم. هلا منتشر عندنا التنمر كتير بصراحة للأسف بين عند الأطفال الأطفال. بالمدارس. نعم. مهم. غالبا بيكونوا أطفال، الكبار بيكونوا تجاوزوا هالمرحلة الكبار ما واكتسبوا عاشوا الثقة. التنمر، بس الصغار هلا عم يعيشوا هالشعور، فأكتر شيء أكتر فئة الصغار اللي نعملهم تجميل. نعم. آه، خلال إجراء عملية دكتورة، شو الفحوصات؟ أشرت لمسألة النقاط الطبية اللي بتاخدونها بعين الاعتبار. الخطوات الرئيسية اللي بتتبعوها خلال عملية جراحية، وهل كل العمليات الجراحية للأذن آمنة؟ هلا الخطوات الرئيسية بشكل عام لأي عمل جراحي، مم. عنا أول شيء تقييم قبل الجراحة، تحضير الجراحة، يعني بنشخص المرض منيح، بنعمل تحاليل، استشارات، مم. بعدين العملية، وبنسكر الجرح، والعناية في عناية بعد الجراحة، نعم. بنراقب مم. المضاعفات ونعطي تعليمات للمريض، مم. مضادات حيوية، مسكنات. المضاعفات. ومشان تفضلي كملي الفكرة. كل العمليات على الأذن آمنة، ما في جراحة آمنة 100%، نعم. بس عموما جراحات الأذن آمنة نسبيا إذا تم إجراءها بشكل صحيح. المضاعفات بتنتج عن ماذا دكتورة عادة؟ وما هي تلك المضاعفات؟ المضاعفات المحتملة مم. مثلا يصير نزف أو إنتان، أو تنكس المشكلة نفسها، أو مم. ورم دموي، تشوهات تجميلية. مم. في الجراحات العميقة بالأذن أحيانا بيصير فقد سمع، دوار، أو بنأذي مم. الأعصاب الرئيسية بالوجه. نعم. تلك المضاعفات تكون ناتجة عن، في بعض الحالات وليس دائما، قد يكون بالضرورة في كل لا، الحالات. إذا تم إجراء العملية بشكل صحيح تقريبا آمنة عمليات نعم. الأذن. النقطة اللي بدي ركز عليها دكتورة، مسألة هالمضاعفات بتنتج أحيانا عن مسألة ممكن يكون في خطأ طبي تم خلال هذه العملية، أو ممكن يكون في أسلوب خاطئ بالتعامل مع الحالة لدى الشخص نفسه بعد إجراء العملية. يعني بصراحة مرات إذا الطبيب ما شخص منيح الحالة رح يشتغل غلط، نعم. مم. وأحيانا الشغل نفسه غلط، وأحيانا يعني أي عمل جراحي لا يخلو من مضاعفات، احتمال النزف مم. والإنتان مم. والتشوهات وكل نعم. المخاطر مم. محتملة. ما التقنيات التي تتبعونها في عمليات الأذن بشكل عام، سواء كان جراحة أو علاج، وخاصة مسألة الجانب التجميلي؟ هل تكون جراحة أم يكون في هناك تقنيات أخرى مثل الليزر على سبيل المثال؟ هلا في عنا تقنيات جراحية تقليدية يعني مم. شق جراحي مباشر، مم. وكمان في عنا جراحة مجهرية باستخدام المجهر، هاي بتكون دقة عالية خاصة مم. لجراحات الأذن الوسطى. نعم. عندنا جراحة بالمنظار كمان، مم. هي ألم أقل وشفاء أسرع، وحاليا يعني منتشرة كتير هاي. وفي عندنا التقنيات التجميلية، وفي عندنا الليزر صار منتشر بمجال الأذنية، مم. يعني في كتير تقنيات. نعم. مدة التعافي أو الترميم أو الشفاء بعد إجراء هذه العملية كم تستمر؟ بتكون سريعة مدة التعافي وفقا للتقنية اللي أنتم استخدمتوها، أو وفقا لنوعية الجراحة اللي تم لهذا الشخص؟ هلا بشكل عام مثل ما قلنا جراحات المنظار والمجهر مم. هي بتكون شفاء أسرع فيها من الجراحات التقليدية، نعم. بس يعني بشكل عام التعافي بيكون من أسبوع لأسبوعين، والشفاء الكامل حوالي شهرين، بعد شهرين بيصير شفاء كامل. نعم. إلا في حال العمليات الكبيرة مثل نزرع القوقعة أو مم. على العصب السمعي، هي لازم متابعة وتأهيل، خاصة السمع عدة أشهر تستمر. نعم. نتحدث عن هذه النقطة، مسألة العناية بعد الجراحة أو العملية. ما المطلوب من الشخص اللي أجرى جراحة لأذنه أنه ياخدها بعين الاعتبار، النقاط أو المحاذير؟ شو بتقولوا للشخص بعد إجراء العملية أنه ينتبه لها؟ هلا بنقول له الحفاظ على صحة الأذن مهم جدا، مم. لأنه أي إهمال يؤدي لمشاكل من التهاب الأذن أو ضعف السمع، مم.
تجنب تنظيف الأذن بطرق خاطئة، نعم. وحماية الأذن من الصوت العالي، مم. وننتبه كويس للمي ما تفوت للأذن، مشان يعني نقلوا جفف إذنك بعد الاستحمام أو مم. السباحة. مم. وأثناء السفر والطيران ينتبه على إذنه مشان ما يصير ضغط على الأذن. نعم. والزكام والحساسية لازم مم. نعالجها بسرعة، يعني بشكل عام هاي النصائح. مسألة العدوى كتير مهمة. الأمراض اللي بيكون في لها عدوى ممكن تأثر على مسألة الترميم أو الالتهاب الموجود بالحالة. دكتورة طبعا يعني تفضلي. يعني أي التهاب أو احتقان بالحنجرة بالأنف بيأثر على الأذن كمان مباشرة. مسألة نوعية النوم كمان، يعني وضعية النوم كمان لازم ياخدها بعين الاعتبار، إنه ما ينام على هالطرف أو على طرف طبعا ها. الطرف اللي بنعمل عليه العملية ما بيصير ينام عليه، لازم ينام على الطرف السليم أها. عشان ما يصير ضغط على الأذن. نعم. دكتورة، بشكل عام كيف بتقيمي واقع العلاجات الأذنية عندنا بالمنطقة؟ وأشرت لي عدد من مسألة التقنيات المتوفرة والجيدة، ترينها جيدة جدا وفقا لما هو مطلوب، أم لا يزال هناك حاجة لتطور وتقنيات أحدث؟ والله بشوف إنه البنية الصحية شوي عنا هشة ومتأثرة بالظروف العامة بشكل عام. نعم. في عنا نقص بالتجهيزات والكوادر وبنوك قدام، يعني إن شاء الله مستقبلا يصير أحسن. نعم، إن شاء الله. دكتورة رابرين، شو النصائح التوعوية المتعلقة بصحة الأذن بشكل عام لكل الناس اللي عم يسمعونا، المتابعين والمتابعات؟ شو فينا ننصحهم ليعتنوا بأذنهم بشكل يتجنبوا حدوث أي مشاكل طبية أو صحية؟ بصراحة بدي أقول من خلالك يعني نعم. أهم نصيحة: لا حدا يستعمل نكاشات الإذن للأذنين أيوة، تمام. للتنظيف. هاي أكتر معلومة خاطئة عم يجوني المرضى يستعملوها، وشائع. كلها غلط. مم. الإذن بتنظف حالة بحالة، نعم. وكمان لازم نحمي أذانينا من الصوت العالي، خاصة الأشخاص اللي مم. بيشتغلوا مجالات فيها أصوات عالية ويستعملوا سماعات كتير. مم. نحمي الأذن من المي، لازم دائما نشف الأذن بعد الحمام نعم. والسباحة. ومثل ما قلنا نعالج الالتهابات على الحنجرة والأنف مباشرة مشان ما تنتقل على الأذن. نعم. دكتورة، في نقطة، مسألة في أشخاص كل فترة ممكن يتجهوا لعند طبيب أذنية ليعملوا تنظيف لأذنهم، هاي النقطة سليمة أو ماذا؟ لا، هي نقطة سليمة مم. بصراحة. دائما بقول للمرضى يعني أنت لا تنظف إذنك، تعال عندي أنا بنظفها. في أشخاص عندهم بشرة دهنية بتكون إفرازات الغدد عندهم أكثر من الأشخاص اللي عندهم بشرة جافة، نعم. فهدول بيتجمع الوسخ أكثر وأسرع من نعم. الأشخاص الثانيين. مم. فيفضل يعني كل شهر إذا ما في مانع الواحد يزور الطبيب. كل شهر. دكتورة، مع التقدم في العمر وفقا لما انتبهنا أو بنشوف إنه في أشخاص كبار في السن، المسنين، بيصير عندهم إيه. نقص في السمع، وبيصير عندهم مسألة هاي الحاجة لتنظيف الأذن بشكل أكبر. لماذا؟ إيه. هلا مع التقدم بالعمر السمع بيقل بشكل طبيعي، يعني نسبة مم. منه منيحة بتقل لأنه الخلايا بتتعب وبتموت مع التقدم بالعمر. أها. وكمان بيصير تجمع إفرازات أكثر، مم. فنضطر إنه نحن ننظف لهم إياها. نعم. بختام اللقاء دكتورة رابرين، إذا بتحبي تضيفي أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضلي. لا يسلموا، كتير حكيت اللي كل عندي. وأهم شيء الفحص الدوري، خاصة الأشخاص اللي عندهم مشاكل، وأي عرض يصير عندك الهم لي. كثير الشكر لك دكتورة رابرين محمد عثمان، الاختصاصية في أمراض الأذن، الأنف والحنجرة، كنتي معنا عبر الهاتف. كل الشكر لهالمعلومات القيمة.